مدينة مغربية كتهتز على واقع هذا الخبر. ما وقع قبل قليل بمدينة مغربية غيهز قلبك من مكانه. أجي نتعرفوا على شنو وقع وشنو تفاصيل هذه الجريمة المروعة اللي وقعت اليوم بمدينة مغربية، وقبل من الأذان ديال المغرب أو قبيل أذان المغرب بدقائق قليلة فقط. ترمضينا خايبة خلت الدنيا مطلية بالدمايات. قبل ما نتعرفوا على التفاصيل الإخبارية، ما فيها باس نعاود نذكركم، ما فيها باس تشتركوا معايا الآن في قناتكم كازاوية نيوز باش تتوصلوا بكل جديد الأخبار المغربية اللي كتهمكم. وشكرا جزيلا لكم. والآن إلى التفاصيل، نتعرفوا على تفاصيل هذه الواقعة اللي هزات أركان ديال مدينة العرائش بأكملها، بحيث اهتزت مدينة العرائش لحظات قليلة قبيل أذان مغرب رمضان على وقع هاد المجزرة اللي وقعت بدات المدينة، وراحت الضحية ديالها شاب في مقتبل العمر. حيث علمنا من مصادر محلية أن خلاف بدأ في الأول بين شابين، كان خلاف بحال أي خلاف بحي المنار بمدينة العرائش، لكن سرعان ما تطور هذا الشجار إلى شجار عنيف انتهى بتوجيه أحدهما طعنة للآخر. هذه الطعنة كانت كافية باش تصفيها للمسكين اللي كيبلغ من العمر فقط 20 سنة. حسب المصادر فإن الجاني كيبلغ من العمر 27 سنة، أقدم على أغشى جنوية في الضحية بزاف ديال المرات بواسطة واحد السكين على مستوى القلب مباشرة. كانت ماشي ضربة واحدة وإنما 3 ضربات للقلب. أيضا أفادت المصادر ذاتها أن الشاب اللي تصفاتها ليه بهذه الطريقة، أو اللي تمت تصفيته عفوا بهذه الطريقة، كيبلغ من العمر 20 سنة، الفض الأنفاس ديالو الأخيرة في الطريق ديالو للمستشفى بسبب النزيف الحاد اللي تعرض ليه. هاد الروينة اللي وقعت بهذه المدينة المغربية خلفات واحد الحزن عميق في الساكنة ديال هذا الحي، خصوصا أنه حي مهدن وحي بسيط وناسه شعبية وبعيدة كل البعد على هذه الأفعال اللي خطيرة جدا. عموما الله يدير شتاوي ديال الخير. كانت هذه هي آخر المستجدات الإخبارية اللي وردتنا إلى حد هذه الساعة. عموما سنوافيكم بآخر المستجدات، فقط كونوا مستعدين لآخر الأخبار، وأيضا كونوا أول من يصله إشعار أخبارنا المغربية على قناتكم هذه كازاوية نيوز. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.